كلمة واحدة رددها في سجودك 3 مرات يغفر الله عز وجل ذنوبك كلها، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نتعرف على هذه الكلمة، رجاء دعم هذا الفيديو بالإعجاب وترك تعليق بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. إخواني الكرام، ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. هذا الحديث يستفاد منه أنه ينبغي للعبد أن يكثر من الدعاء وأن يلح على الله بالدعاء، خاصة في حالة السجود، لأنه موضع ذل وانكسار وخضوع لله عز وجل. وقد أوصانا الحبيب صلى الله عليه وسلم بطلب المغفرة من الله عز وجل في سجودنا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. ولو تأملنا في هذا الدعاء لوجدنا أنه لا يوجد ذنب إلا وقد شمله هذا الدعاء. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: ما وضع رجل جبهته لله ساجدا فقال يا رب اغفر لي 3 مرات إلا رفع رأسه وقد غفر له. فاحرص على الإكثار من هذا الدعاء وذكر به غيرك، واعلم بأن الدال على الخير كفاعله.